فيديو النهارده ناس كتير طلبته مني وسألوني لو إحنا جبنا 10 فراخ ساسو، يعني 10 كتاكيت ساسو حبينا إن إحنا نربيهم لرمضان، هيكلفونا كام؟ هل الموضوع ده فعلًا يستاهل والّا لأ؟ في الفيديو ده بقى أنا هاحسب معاكم كل حاجة بالتفصيل، تكلفة الكتكوت، العلف، الكهربا، لو في نشارة أو في شوية أدوية هنجيبها، هل هيبقى في نافق والّا لأ؟ والوزن كمان اللي ممكن تجيبوه قد إيه وعلى عُمر قد إيه؟ والعائد لو كنا اشتريناه جاهز بدل التربية هيبقى أحسن والّا لأ؟ يعني إن شاء الله كده في آخر الفيديو هنعرف هل فعلًا تربية ال10 فراخ ساسو لرمضان هيكون فيها توفير والّا لأ، والأحسن إحنا نربيهم في البيت والّا نروح نشتريهم من برّه، وكمان التكلفة اللي هتدفعوها كام، علشان تبقوا عاملين حسابكم وعارفين من قبل ما تروحوا تشتروا أنتم هتكلفوا كام بالنسبة لتربية 10 فراخ ساسو. خلينا بس الأول كده نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ونصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش تدعموني بلايك وشير كتير للفيديو، تعملوا اشتراك في القناة لو أنتم بتزوروا عندي القناة لأول مرة. يالّا خلّينا كده نبدأ أول خطوة، أول خطوة إن إحنا طبعًا هنعمل إيه، هنروح نجيب الكتاكيت الساسو، والساسو يا جماعة نجيبها كتاكيت ساسو شِفر، تمام، بلاش اللي هو الساسو اللي هو الهجين أو الساسو اللي هو فرز تاني، لإنه ده بيطوّل معاكم وبيدخل على 3 شهور، وكمان ما بيجيبلكوش الوزن يعني اللي هو الحلو أوي اللي بيجيبه الساسو الشِفر، فإحنا عايزين نلحق رمضان، وليه أصلًا نروح ندفع فلوس وهياكلوا برضه علف كتير وفي الآخر مش هناخد الوزن اللي إحنا عايزينه، يبقى أول حاجة إن إحنا نتأكد إن الكتاكيت بتاعتنا تكون كتاكيت ساسو شيبر، زي الكتاكيت الساسو اللي أنتم شايفينها دلوقتي قدامكم في الفيديو، اللي هي بتبقى لونها غامق، الكتاكيت الفرز التاني بتبقى لونها مصفر شوية وفاتحة، إنما الكتاكيت الساسو الشيبر بتبقى لونها برتقاني غامق كده أو بني غامق زي ما أنتم شايفين. خلاص خلّينا كده نحسب الأول نشوف سعر اليوم كام، إحنا عندنا دلوقتي الكتاكيت النهارده الساسو ب15 جنيه، يبقى هنحسب هنجيب 10 كتاكيت ساسو ف15 جنيه، يبقى كده إحنا معانا 150 جنيه. طبعًا لو أنتم حضراتكم بقى لقيتوا سعر أقل أو سعر يعني أعلى، ده طبعًا على حسب المكان وعلى حسب سعر اليوم، اكتبوا لنا كده تحت في التعليقات الأسعار عندكم إيه النهارده. عشان الناس كلّها تستفيد من بعض. نيجي بقى لأهم جزء كمان بعد أمّا جِبنا الكتاكيت وهو العلف، ما إحنا هنحسبها كده إن إحنا هنجيب الكتاكيت كمان إيه بعد كده تاني هو العلف. الفراخ الساسو عشان توصل لوزن كويس تعرفوا تذبحوه أو إن أنتم حتى لو كنتم هتبيعوه يعني، فهي بتوصل لحوالي 2 كيلو وربع إلى 2 كيلو ونُص. بتاكل قد إيه عشان توصل للوزن الجميل بتاعنا ده؟ بتاكل من 4 إلى 4 كيلو ونُص علف للكتكوت الواحد يعني، خلاص؟ فإحنا هنقول إن إحنا هنوصّلها لأقصى حاجة اللي هي 2 كيلو ونُص، وممكن كمان بتوصل لحد 3 كيلو بسهولة جدًا على فكرة. خلّينا نقول إن هُم هياكلوا أقصى حاجة في العلف علشان نبقى إحنا عاملين حسابنا لأقصى حاجة في التكلفة يعني. الكيلو العلف دلوقتي خلّينا الأول نحسب عدد الكيلوات بالنسبة لل10 كتاكيت، إحنا قُلنا هُم 4 كيلو ونُص في 10 كتاكيت، يبقى كده معانا 45 كيلو علف. متوسط بقى سعر الكيلو بيتراوح ما بين 21 جنيه أو 22 جنيه، خلّينا نحسب بأعلى حاجة علشان يعني أنا أحب دايمًا الواحد يبقى عامل حسابه في المبلغ، ما يجيش بعد كده يقول لأ ده طلع أكتر من اللي أنا كنت عاملة حسابي عليه، لأ أنا عايزة أقول لِك يعني إيه خلّيكِ يعني إحنا بناخد بأقصى تكلفة علشان يبقى عاملين حسابنا التكلفة. فخلّينا نقول إن 45 كيلو علف بسعر 22 جنيه، أنا عندي بيتباع ب21 جنيه، بس خلّينا نقول إن هم سعره لإن هو ده متوسط ما بين كل منطقة والتانية، فخلّينا نقول 45 كيلو علف في 22 جنيه، يبقى كده معانا سعر العلف 990 جنيه. هنا بس وإحنا بنتكلم على العلف، أحب بس أنبهكم كده على حاجتين، أولًا إن أنتم تختاروا العلف يكون محترم، يعني علف من شركة كويسة، ما يكونش علف سوقي أو علف مركون عند الراجل بقى له فترة طويلة، الراجل بتاع الأعلاف يعني، الحكاية دي مهمة جدًا، جدًا عشان تجيب معاك وزن كويس، يعني العلف لو كان علف كويس ومن شركة كويسة وما باتكلمش على شركة بعينها، في طبعًا شركات كتيرة ومناطق كتيرة كل منطقة بيكون فيها شركة، اختاروا شركة كويسة تكون ليها سمعتها كده وتكون معروفة عشان تجيب معاكم وزن كويس. تاني حاجة بقى إن العلف، الأول إحنا بنقدّم لهم العلف الناعم اللي هو تركيز 23%، بعد كده بنحوّل للعلف اللي هو تركيز 21%، أول 21 يوم من حياتهم ودي الفترة المهمة جدًا، جدًا، جدًا في حياة الفراخ الساسو، بنحط تركيز 21% بروتين اللي هو بيسموه علف سمسم، اللي هو البادي، بعد كده بنحوّل لنامي، بنخلّط الاتنين على بعض لمدة 3 أيام، وبعد كده هُم عشان بس يبتدوا يتعوّدوا إن هُم ياكلوا الكبير ده، اللي هو تركيز 21%، بعد كده بنكمّل إلى النهاية بتركيز ال21%، يبقى كده إحنا اتكلّمنا على سعر أو تكلفة سعر الكتاكيت، وكمان اتكلّمنا على تكلفة العلف. في إيه تاني هنجيبه؟
مثلًا شوية أدوية أو تحصينات أو حاجات زي كده، ده يا جماعة تربية بيتي ودول 10 فرخات، يعني مش محتاجين تمامًا إن إحنا هنجيب لهم أدوية، بس هنحط التحصين اللي في الأول، يعني الموضوع كُلّه مش هيكلّف له مثلًا 10، 20 جنيه، اللي هو المضاد الحيوي المعوي والتنفسي اللي إحنا بنحطهم في أول 3 أيام من عُمر الكتاكيت زيّهم زي الفراخ البيضا بالضبط، ده برضه بنجيبهم من عند الصيدلية البيطرية أو المكتب اللي إحنا جايبين منّه أو المحل يعني اللي إحنا برضه جايبين منّه الفراخ، بنحط لهم مثلًا فيتامين أ، د، 3 ه كام يوم في الأسبوع، وحتى مضاد السموم إحنا لمّا نيجي نخلّط يعني العلف ونغيّر أو كل فترة نحط مضاد سموم، بنحط خَل من البيت، بعد كده بنمشي بشوية أعشاب، يعني الموضوع كلّه مش هيكلّف له 50 جنيه بالنسبة يعني للأدوية، لإن إحنا مش هنمشي طبعًا تحصينات وأدوية عشان طبعًا أنتم عارفين زي ما قُلت لكم كده إن إحنا إيه، ده كلّه في البيت، يعني جالهم إسهال هنعمل برضه أعشاب من البيت، جالهم إسهال أحمر أو إسهال بُني، إن شاء الله بإذن الله هامشي معاكم بقى خطوة بخطوة في الدورة، بس خلّينا نكمّل بقية حساب التكاليف. يبقى كده إحنا معانا حطينا مثلًا منهم 50 جنيه على اعتبار إن هم جبنا لهم مثلًا شوية أدوية وشوية تحصينات في الآخر، مع إن هي مش هتكلّف كده خالص، هي بالكتير أوي يعني 30 جنيه. بعد كده خلّينا بقى نقول إن إحنا مثلًا هنحطهم على الأرض، لو أنتم مربيين في بطارية أو في عِشّة أرضيتها سلك زي اللي أنا حاطاها دي، فدي كده مش هتكلّفكم مشارة أو تبن أو قَش أو كلام زي كده. لو أنتم بقى هتجيبوا أو هتحطوا حاجة من تحت، حطّوا مثلًا تبن، ده أرخص حاجة، المشارة بتبقى أغلى شوية ومش موجودة شوية. يعني ما بتبقاش متوفّرة أوي. يعني برضه حسبة 50 جنيه طول الشهرين هتبقى حلوة أوي، هنزوّد الفرشة أو لمّا تحسّوا إن الفرشة خلاص باظت هنشيلها ونغيّرها تاني، ف50 جنيه هيغرّقوهم، التِبن هيغرّق الدنيا زي الفل يعني، ويبقى كده إيه معانا 50 جنيه أدوية، و50 جنيه كمان تِبن أو نشارة. كمان معانا عشان إحنا دلوقتي الجو طبعًا ساقعة، ولازم على الأقل أول 21 يوم في حياتهم، لإن دي فترة التحضيض بتاعة الفراخ الساسو، 21 يوم. لازم نشغّل لهم اللمبة الصفرا، يعني نكون مدفّيين، والله لو المكان عندكم دافي أو في دفايات أو شوفوا هتدفّوا إزاي، ما فيش مشكلة. لكن لو ما فيش هتدفّوا باللمبة الصفرا، طبعًا إحنا هنشتري لمبة، دي برضه دي تكلفة مع الكهربا، يعني هنحط مثلًا حوالي في الشهرين 100 جنيه تكلفة اللُمَض بتاعة الكهربا وكمان الدفا يعني بتاعهم. يبقى كده خلّينا نجمع بقى التكلفة كده كلّها على بعض، إحنا قُلنا الكتاكيت 150 جنيه، كمان قُلنا 100 جنيه كهربا، 50 جنيه أدوية، و50 جنيه نشارة أو تبن أو كده، وكمان في 990 جنيه قيمة العلف يعني أو تكلفة العلف، يبقى كده إجمالي التكلفة 1340 أو يعني نقول 1350 جنيه تكلفة ال10 فرخات. خدوا بالكم أنا جايبة لكم بأقصى تكلفة علشان ما تجوش في النُص وتحتاروا أو تحتاسوا والفلوس تأثّر معاكم أو فلوس العلف، تبقوا عارفين إن أقصى حاجة هتدفعوها هو 1350 جنيه في 10 فرخات ساسو عشان تقعد معاكم مدة قد إيه؟ هتقعد معاكم مدة الشهرين، بتتدبح يا جماعة الفراخ الساسو من عُمر 50 يوم إلى عُمر 60 يوم، عايزين تسيبوها بعد كده كمان بتزيد وممكن بتوصل ل3.5 وفي ناس بتوصّلها ل4 كيلو، بس هي طبعًا يعني على رمضان إن شاء الله بإذن الله هتبقى كده مثلًا حوالي شهرين ونُص. طبعًا أنتم ممكن هتذبحوها زي ما قُلت لكم من 50 يوم، بتجيب معاكم 2.5 و3 كيلو، يعني على رمضان تذبحوها 3 كيلو ما شاء الله هتبقى زي الفل. طب لو إحنا بقى جينا كده اشتريناهم على رمضان وما ربيناش، عشان نعرف اللي إحنا بنربيه ده هيكون فيه توفير والّا لأ؟ وبغض النظر كمان يا جماعة يعني عن التوفير أنا هاقول لكم دلوقتي يعني هي موفّرة معاكم والّا لأ، بس إحنا برضه حتى لو هي مش موفّرة، فأنتم تربية البيت حاجة غير خالص، أنتم بتربوا من غير أدوية وبتربوا بأعشاب وبتأكلوهم أكل يعني حاجة أنتم عارفين أنتم بتحطّوا لهم إيه وعارفين أنتم بتربوهم إزاي، فبتطلع حاجة نضيفة وتربية البيت طعم تاني خالص، خالص، وكمان خاصةً لو هتحطّوا شوية أعشاب والّا ممكن تخلّطوا لهم بعد كده أكل من البيت بعد عُمر الشهر ونُص مثلًا، فأنتم كده يعني بتاكلوا حاجة طعمها كده نضيف. خلّينا بقى نشوف لو إحنا جبناهم بقى من برّه، ده كده هيكون مُجدي معانا والّا إن إحنا نربيهم في البيت كده فكده يبقى أحسن؟ طبعًا إحنا قُلنا إن متوسط الفرخة بتبقى 2 كيلو ونُص، لإن إحنا حاسبين التكلفة على أساس إنها العلف هيوصّلنا ل2 كيلو ونُص، فيبقى 2 كيلو وجايبين كمان جايبين كتكوت ساسو شِفر يعني حاجة كده نضيفة هتكبر وتوصل معانا كمان لل3 كيلو، بس خلّينا نقول متوسط 2 كيلو ونُص، فهي 2 كيلو ونُص في ال10 فرخات يبقى معانا 25 كيلو لحمة. أنتم دلوقتي حضراتكم لمّا بتروحوا تشتروا الفراخ الحمرا من عند الراجل بتاع الفراخ، أنا عندي بيبيعها ب120 ويبيع البلدي ب125، 130 ممكن تكون عند حضراتكم كمان أقل، يعني خلّينا كده مثلًا نقول إن إحنا معانا 25 كيلو لحم، بلاش نحسبها على 120 خلّينا نحسبها على 115 متوسط سعر الفراخ الحمرا أو الفراخ الساسو اللي بتتباع عند أي حد فراارجي هتروحوا تشتروها، هيدّيكِ الإجمالي 2875 خدوا بالكم برضه ده لو أنتم كمان هتبيعوا
يعني لو أنتم كمان هتبيعوهم ال10 فرخات اللي أنتم هتجيبوهم دول تعرفوا حتى أنتم هتكسبوا منّهم كام، يعني بغض النظر أنتم هتربّوهم للبيت، فكده إحنا معانا 2875 جنيه، ده لو هي محسوبة على 115 في 25 كيلو لحم، يبقى معانا 2875 وعايزة أقول لكم إن ما بيبقاش في نافق تقريبًا، يعني في الفراخ الساس وفي تربية البيت وأنتم جايبين كتكوت كويس، يعني اللهم بارك، اللهم بارك، الحمد لله أنا ما بيبقاش معايا نافق خالص، برضه إن شاء الله بتبقى حاجة بسيطة كده برضه ما بيبقاش فيها نافق، فهنقول إن هي 2875 جنيه. ده إجمالي الربح بتاعنا، أو إجمالي اللي أنتم كنتم هتروحوا إن أنتم تشتروا بيه من عند الراجل. طب ال2875 لو إحنا طلّعنا منّهم كده بس عشان أقول لكم لو أنتم بقى هتبيعوها كمشروع، طبعًا أنتم كده خلاص كسبانين فيها، أنتم دافعين 1350 جنيه. لو كنتم رُحتوا اشتريتوها كنتم هتشتروها ب2875. طيب يعني لو إحنا بقى كده عايزين نكسب مثلًا منها ونبيعها، يبقى إحنا كده كسبانين حوالي 1500 جنيه. ماشي؟ فأنا باقول لكم لأ، هي بصراحة تربية البيت يا جماعة نضيفة وحاجة كده زي الفل، يعني إحنا وفّرنا مبلغ كبير، كمان اللحم مضمون ونضيف ويعني حاجة أنا بصراحة بارشّحها لكم تربية البيت، طول ما أنتم بتربّوا حاجات في البيت بيبقى دايمًا في خير مالي بيوتكم. فلحد هنا نكون حسبنا ميزانية تربية ال10 فراخ ساسو لرمضان من الألف للياء، لو في عندكم أي سؤال سيبوه تحت في التعليقات وأنا هارُد على الكل، ولو حابين إن أنا أعمل لكم أي فيديو تاني أو طالبين أي حاجة تاني قولوا لي في التعليقات، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك والشير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، دمتم بخير وبيوتكم دايمًا مليانة بالخير.